كسبنا الزمالك، لكن الأهلي ما عندوش مدير فني ولازم التعاقد مع مدير فني في أسرع وقت. على الرغم من الفوز إلا إن عماد النحاس يا جماعة لا يصلح كإدارة فنية للنادي الأهلي. النهارده عماد النحاس يا جماعة بيبتدي بطاهر محمد طاهر. مش عارف ليه بيبتدي بطاهر محمد طاهر. يعني أنت بن شرقي تمام، تريزيجيه تمام، ليه طاهر محمد طاهر؟ ما سبب وجود طاهر محمد طاهر في الملعب؟ ايه اللي بيقدمه واحد زي طاهر محمد طاهر علشان يفضل موجود؟ ولولا اصابة طاهر محمد طاهر كان ممكن يكمل اكتر من كده. يعني انت منزل الشحات مش علشان طاهر وحش، انت منزل الشحات علشان طاهر اتصاب. الشحات اللي قلب المباراة بالحلول الفردية هو انت منزله اساسا علشان طاهر اتصاب، مش علشان ان انت عايز تخلق حل جديد او ان انت بتفكر في حلول تفك بيها تكتل دفاع الزمالك. يا جماعة الكرة سهلة وبسيطة، الكرة مش كيمياء. لما يكون قدامك دفاع متكتل الطبيعي ان انت تلجأ للعيبة الحريفة، اللعيبة الكويرة، اللعيبة اللي بتعرف تلعب كورة. لكن عماد النحاس بوجود طاهر محمد طاهر بيفقد جزء كبير جدا من القصة دي. مقعد عبد القادر على الدكة، مقعد حسين الشحات على الدكه واحنا خسرانين 1-0. انت الشوط الاولاني يا جماعه بتسلم المباراه لنادي الزمالك. النادي الاهلي كان نازل الشوط الاولاني يقول للزمالك تعالى اكسبني سكور. النادي الاهلي كان داخل المباراه معنويات لاعبيه في الارض، اللاعبين ما عندهاش ثقه في المكسب، اللاعبين مهتزين جدا وقلقانين وخايفين من نادي الزمالك اللي هو المفروض متصدر الدوري والاكثر ثقه، والمفروض انه داخل المباراه دي علشان يكسبها بمنتهى السهوله زي ما كانوا بيقولوا الزملكاويه قبل المباراه. وكان نتيجه ده ان نادي الزمالك بيضيع فرصتين خطيرتين جدا في اول 10 دقائق. انفراد لعدي الدباغ بيتالق فيه محمد الشناوي، وكرة انفراد تانية لناصر ماهر والحمد لله بيلعبها بره. بعد الكورتين دول يا جماعه الاهلي نسبيا ابتدى يتحسن، بس بدون فرص خطيره على المرمى. ابتدى يتحسن في الاستحواذ، ابتدى يتحسن انه يمسك كوره ويحاول ان هو يضغط نادي الزمالك. يمكن جت فرصتين كده، واحده لياسر ابراهيم من ضربه ركنيه لعبها براسه طلعت بره، وواحده تانية حسام عبد المجيد كان هيجيبها في نفسه. يمكن دول الكورتين الوحيدتين اللي حسيت ان النادي الاهلي ممكن يهدف منهم طول الشوط الاولاني. وبعد التفوق الاهلاوي النسبي ده رجع نادي الزمالك رجع تاني بضربة جزاء بتتصد، وكمان الحكم بيساعدهم وبيعيدها لنادي الزمالك علشان حسام عبد المجيد يقدر يحط الهدف الاولاني لنادي الزمالك. معنويات صفر، اصابات كتير ضربت الفرقة. النادي الاهلي حالته مزرية في الملعب، بيسلم المباراة لنادي الزمالك طول الشوط الاول. بعد هدف الزمالك يا جماعة النادي الاهلي حاول يضغط، وفعلا كان ضاغط وكان محاصر نادي الزمالك في نص ملعبه. ولكن المشكله في النادي الاهلي في الوقت ده هي التسرع. النادي الاهلي كان فيه تسرع كبير جدا من لاعيبته، اللي هو احنا عايزين نجيب جون باسرع وقت. في كره جت لبن شرقي يا جماعه، كره سهله جدا استلمها، وبدل ما يبصيها للي جاي من ورا اللي هو تريزيجيه كان هيبقى جون سهل جدا، بيلعبها في الجون وبتطلع بره. التسرع يا جماعه، لعيبه النادي الاهلي بعد هدف الزمالك كانت متسرعه بطريقه رهيبه، ما كانتش هاديه. انت المفروض عشان تقدر تجيب جون تبقى هادي، تهدى وتركز وتنسى النتيجة وتنسى ضغط الجماهير وتنسى كل حاجة وتنسى ترتيب الدوري وتنسى كل حاجة. تهدى وتركز عشان تقدر ان انت تتعادل وتقدر ان انت ترجع في النتيجة. وبينتهي الشوط الاولاني بفوز نادي الزمالك وخسارة النادي الاهلي، وبيبدأ الشوط الثاني بنفس الريتم ونفس الاداء. مفيش جديد، مفيش فرص بيحاول يخلقها النادي الاهلي او خلقها النادي الاهلي. دفاع الزمالك مقفل كويس جدا، خطوط الزمالك متقاربة بشكل كبير جدا. النادي الاهلي كان بيحاول يركز على الجبهة اللي فيها بن شرقي مع تريزيجيه انه يشكل خطورة منها، ونادي الزمالك قدر انه يقفل الجبهة دي بشكل اكتر من ممتاز في طول احداث الشوط الاولاني. والنادي الاهلي في الشوط الثاني حاول يعمل نفس القصه، ولكن برضه الدنيا مقفوله والدنيا متقفله ومفيش حلول في الملعب. نقطة السر في تغيير المباراة دي هي إصابة طاهر محمد طاهر. حاجة قدرية حصلت خلت النادي الأهلي والمباراة يتقلبوا 180 درجة. حسين الشحات يا جماعة مش تغيير مدير فني، حسين الشحات تغيير اضطراري. تخيل انت المدير الفني بتاعك شايف ان الفرقة مش عارفة توصل، شايف ان الفرقة مش لاقية حلول في الملعب، شايف ان الفرقة مش عارفة تخلق اي فرص خطيرة علشان اللعيبة اللي في الملعب ما عندهمش القدرات الفردية الكافية ان هم يرعبوا دفاع الزمالك، ومقعد عبد القادر بره ومقعد حسين الشحات بره.
لولا ربنا سبحانه وتعالى واصابه طاهر محمد طاهر بينزل حسين الشحات بيقلب الموازين تماما. حسين الشحات نزل في الدقيقه 70، جاب هدف التعادل في الدقيقه 72 وبيجيب ضربه جزاء وبيتقدم النادي الاهلي في الدقيقه 78 في اقل من 10 دقائق لعبهم حسين الشحات قلب المباراة تماما. فشكرا لحسين الشحات على الأداء الكبير اللي عمله النهارده، وهي دي اللعيبة يا جماعة اللي عندها خبرات، اللعيبة اللي عندها قدرات فردية تقدر تقلب المباراة في لحظة، تقدر تقلب المباراة بترقيصة، تقدر تقلب المباراة بتحرك بدون كورة. هو ده يا جماعة اللي بيجيب الفوز وبيجيب المكسب. نادي الزمالك يا جماعة كمان ساعد النادي الأهلي في الشوط الثاني إنه يضغط أكتر وأكتر، في إن هو تراجع بشكل مستفز. نادي الزمالك كان بيشتت الكورة، نادي الزمالك ما كانش بيعتمد على التحولات نهائي. يمكن هي كورة واحدة بس اللي جات لبنتايك وعملها عرضية، ولولا وجود بن شرقي اللي طلع الكورة تقريبا من على خط الجون كان هيبقى هدف تاني لنادي الزمالك وكان هيقتل المباراة تماما. غير الكورة دي ما شفتش اي كوره تانية لنادي الزمالك. نادي الزمالك تراجع بشكل رهيب، فيريرا كان خايف جدا على النتيجه، ده اللي خلى يتاخر في ده اللي خلاه يتاخر في التغييرات، خلاه يتراجع بشكل مبالغ فيه، خلاه يسلم الكوره للنادي الاهلي تماما، خلى لعيبته تشتت الكوره لانها مش قادره تخرج بالكوره وتعمل اي تحول على النادي الاهلي. ده ساعد النادي الاهلي كتير انه يضغط الزمالك اكتر واكتر لغايه ما يقدر ان هو يحقق التعادل وبعدها يحقق المكسب. طب بعد النادي الاهلي ما حقق المكسب ايه اللي حصل؟ هل نادي الزمالك استفاق؟ لا، نادي الزمالك ما استفاقش، والنادي الاهلي لعب بذكاء شديد جدا، اللي هو انا هدافع ولكن هعتمد على التحولات السريعه. التحولات السريعه اللي اعتمد عليها النادي الاهلي دي كان ممكن تخلي النادي الاهلي يضاعف النتيجه، وبدل ما يبقى كسبان 2-1 كان ممكن يبقى يقدر كسبان 3 و4 كمان. رزاق النهارده كان اداؤه فردي بشكل كبير جدا، كان هو اللي عايز هو اللي يجيب الجون، كان بيلعب لنفسه بطريقه مستفزه طول احداث الشوط الاولاني، ضايقت منه كل جمهور النادي الاهلي. وكمان يا جماعه في علامات استفهام كتير جدا على محمد علي بن رمضان. هو محمد علي بن رمضان بيلعب ايه؟ بيعمل ايه في خط نص النادي الاهلي؟ ومحمد علي بن رمضان دوره ايه في النادي الاهلي؟ محمد علي بن رمضان بيلعب اساسي ليه في وسط ملعب النادي الاهلي؟ اسئله كتير جدا انا مش لاقي لها اجابه. للاسف النادي الاهلي دفع ملايين في محمد علي بن رمضان والى الان المحصله صفر والنتيجه صفر. لعيب وسط ملعب اقل من العادي، لعيب وسط ملعب مش عارف يتاقلم مع الدوري المصري، لعيب وسط ملعب بلعب 8 مباريات في الدوري الى الان او 7 مباريات في الدوري الى الان، والى الان ما استفدتش منه لا باسيست ولا بهدف. لعيب وسط ملعب مختفي تماما، وبالرغم من ده بيلعب اساسي كل مباراه. لامتى محمد علي بن رمضان هيفضل بالمستوى ده؟ والامتى محمد علي بن رمضان هيفضل يلعب اساسي؟ في النهايه مبروك لجمهور النادي الاهلي، فوز مستحق. دي ان ايه النادي الاهلي اشتغل في الشوط الثاني، شخصيه النادي الاهلي رجعت في الشوط الثاني، وصدقني النادي الاهلي بس هو القادر انه يقلب تاخره في النتيجه لفوز على نادي الزمالك، لان نادي الزمالك ما عندوش الجينات دي وما عندوش الخاصيه دي وما يقدرش يعمل كده مع النادي الاهلي. اقصى حاجه ممكن يعملها نادي الزمالك مع النادي الاهلي انه يبقى خسران ويتعادل، لكن انه يبقى خسران ويكسب النادي الاهلي دي جينات مش موجوده بس غير عند النادي الاهلي. دي ان ايه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي بيقلبوا النتيجه في الشوط الثاني. تراجع الزمالك المبالغ فيه وفيريرا المدير الفني الفاشل من وجهه نظري مع نادي الزمالك ادى ان النادي الاهلي يتحكم في المباراه تماما ويقدر ان هو يقلب النتيجه لصالحه. عماد النحاس، ضروره رحيل عماد النحاس حتى لو كان كسب مباراه القمه. محتاجين مدير فني صاحب رؤيه فنيه، محتاجين مدير فني يدينا حلول في الملعب، محتاجين مدير فني نشوف معاه جمل تكتيكيه، احنا ما شفناش كل ده النهارده مع عماد النحاس. محتاجين مدير فني قبل كل ده قوي الشخصيه. مبروك للنادي الاهلي ومع السلامه يا بليله. سلام.